عمرك سألت نفسك ليه بتنسى بسرعة؟ أو ليه بتفقد التركيز في نص الشغل؟ طيب، سألت نفسك مرة ليه بتصحى من النوم حاسس إنك مش قادر تفكر؟ الحقيقة إن دماغك ليه نظام زي الموبايل والكمبيوتر. لو ماشي بالعكس طبيعي هتلاقيه يهنج. هكلمك بقى النهاردة عن كتاب اسمه قواعد العقل، وده يعني كتاب مهم جدا. مش تأليف واحد هاوي بقى، لا، ده دكتور جون ميدينا، عالم أعصاب وخبير في البيولوجيا الجزئية، وقضى سنين كتيرة بيدرس ازاي المخ يشتغل. وسأل سؤال بسيط جدا: ازاي اخلي دماغي يشتغل في افضل حال؟ حط 12 قاعدة. ايوه، 12 قاعدة. هقول لك منهم على بعض القواعد عشان ما احرقلكش الكتاب عشان تقراه. اولا بيقول ان الرياضة غذاء للمخ، كل ما تتحرك اكتر دماغك بتتدفق فيه الاكسجين وبيوصل ليه، والتركيز بيزيد والمزاج بيتحسن. بيقول لك خد بالك بقى كمان اهم حاجه: النوم بيخلي المخ يرتب الذكريات. يعني النوم صيانه لعقلك، واوعى تنام اقل من 6 ساعات. زي ما بيقول لك ما تخليكش نفسك تحت ضغط. مفيش داعي للضغط النفسي، لان الضغط بيسمم الذاكره وانت ما بتلحقش ترتب ولا تستوعب اي حاجه. بيقول لك يعني شغل كمان دماغك بطريقته. مفيش طريقه واحده تنفع للكل، كل واحد دماغه له بصمه خاصه. بقول لك خد بالك بقى، المشاعر بتثبت الذاكره. يعني لو حصلت حاجه وانت فرحان او زعلان دماغك هيفتكرها باسرع. على فكره بيقول لك الاحلام مهمه جدا، مش خيال فاضي، لا، بتساعد المخ على الترتيب. كتاب مهم قوي، ويعني لازم تقراه، لان مش بيشرح المخ بس، لا، بيعلمك ازاي تتعامل معاه. هو بيقول لك كده: افهم دماغك، غير العادات بتاعتك، هشوف فرق في تركيزك وفرق في الذاكره بتاعتك، حتى في حالتك النفسيه. هو بيقول لك دماغك اقوى اداه معاك، بس لازم تستخدمها صح، ما تستخدمهاش خطا. لان الغريبه ان احنا كلنا ما بننتبهش لهذه المعلومات الهامه. الكتاب ده حقق اكثر مبيعات، وهذا الدكتور اصبح حديث الصحافه الاجنبيه لما له من يعني خبره علميه، وهو فعلا متفوق ومش مش هاوي. ده استاذ وعالم اعصاب. حبيت الفت نظرك لهذا الكتاب، ممكن تقراه، موجود على النت. انا بشكرك انك استمعت عليه. تحياتي، كل عام وحضرتك بخير.